تمنيتي ان تكونين ولد؟ هواي يعني ايام نظرة المجتمع يعني سوالف الطلعة والطبة، هاي سوالف يعني خلينا نقول صغيرة. اكو شغلات اكبر، يعني نظرة المجتمع بتعامل المجتمع ويا البنية ويا الولد وحد. نظرته يعني مجتمعنا ذكوري اكثر ما هو انوثي، فطبعا يعني خاصة بوقت خلينا نقول 13 ل 14 توني وحدة توعى على الدنيا، تتمنى تكون ولد حتى تسوي شغلات يعني هي ببالها. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم. من اطلع بالليل وحدي او اصير ولد والبنات كلها تلحق وراي وانا ما اكبر وياهم. هذا الطريق بيطسات هوايه. هاي الحفر مال العبوات. زين عندي شوفي لي فارس كرم وين؟ اقصد يعني فارس احلامي مالتي اني وين؟ وانه اطري بصراحه وما اخاف من اي احد. يا سلام. مرات يعني من مثلا انمنع من طلعه لان انا بنيه، لو يعجبني اطلع بالليل يعني اتمشى مثلا هيجي، بس يعجبني اصير ولد حتى ما يقولوا لي لا. يم العيون السود ما جوزن انا، يم العيون السود ما جوزن انا، خدك القمر انا تريق منها، خدك القمر انا تريق منها. حسب ما تقول والدتي طبعا، تقول انت عندي ب100 رجال، فدائما اكو مواقف صعبه اكون اني بها بعدال رجال او اتمنى ان اكون رجال، بس احقق هاي الامنيه مو لانه اني ولد. مثل ايش هذه المواقف؟ موقف هسه يعني يخطر على بالك؟ مثلا يصير او فد مشكله يعني بين زوج اختي، بين اي مشكله يعني داخل العائله، يعني اكون اني بها بحكم يعني اصير لهم مثل الاخ، او اصير اني كرجل يعني احل بها مواقف، فيقولوا لي دائما انت ب100 رجال. فمو الا انه البنيه تتحول رجال حتى تحقق فد هدف معين، لا بالعكس تقدر هي بنيه لكن تكون افعالها اقوى من افعال الرجل. يعني هسه اقدر اقول لك شكرا صديقي؟ شكرا اخويا. جابوا لي مسؤول ولي قلت انا ما رايي